في 7 من مارس من هذه السنة نزل جيك بول فيديو على يوتيوب بعنوان أنا أقاتل مايك تايسون. الفيديو الذي أعلن فيه عن قتال يمكن أن يحدث في العالم الفنون القتالية، قتال يجمع بين مايك تايسون أسطورة الملاكمة المعروف عالميا والمعتزل منذ حوالي 20 سنة والذي يبلغ من العمر حاليا حوالي 60 سنة، وبين يوتيوبر غابي جاء من العزل اسمه جيك بول. هذا الخبر صدم العالم بأسره، حيث تحدث الجميع المقاتلين والأبطال العالميين عن هذه المزال التي ستحدث، وعبروا عن استيائهم، حتى أن رئيس اتحاد ال MMA بنفسه دانا وايت تحدث عن الموضوع وأعرب عن انزعاجه الشديد، حيث قال إن هذا القتال سيكون وصمة عار على عالم الرياضة بأكمله، وواضح أنه من غير المنطقي على الإطلاق أن يقاتل شخص يبلغ من العمر 60 سنة شخص يبلغ 27 سنة، فهو ضعف عمره تقريبا ضعف عمره تقريبا وأكثر. وأضاف أن جمع عمر اثنين من جيك بول مع طفل عمره 10 سنوات سيعادل عمر مايك تايسون. فأثار الضجة هو الأشخاص الذين قالوا إن فرق العمر لن يؤثر، ومن بينهم جيك بول نفسه. عندما سئل بول إذا كان فرق العمر بينه وبين تايسون سيؤثر في المباراة، أجاب جيك بول بالنفي، مؤكدا أن تايسون مقاتل شرس بالفطرة، وهذا صحيح، لكنني أشك في الموضوع حاليا. وقبل أن تهاجمني أنا لا أهاجم ولا أؤيد جيك بول، بل أتحدث بناء على نقطة واحدة فقط، كما قال دانا وايت. لا أريد أن أرى أحد أساطير الملاكمة يتعرض للضرب من شاب مثل جيك بول. على سبيل المثال آخر مباراة احترافية لمايك كانت في عام 2005، وبذلك الوقت كان واضحا عليه التقدم في الأمم مما أدى إلى خسارته المباراة وإعلان الاعتزال. تخيل يا صديقي منذ 19 سنة كان التقدم في العمر مؤثرا عليه كملاكم، فما بالك بالوقت الحالي؟ صحيح أنه قبل سنتين كان من الفوز على روي جونيور في قتال ودي، لكن هذا ليس مقياسا لأن روي كان أيضا يبلغ من 55 سنة. أما من جهة جيك بول فقد تطور بشكل كبير في مجال الملاكمة، رغم أنه دخل هذا المجال في عام 2018 وفي مسيرته تمكن من الفوز ب9 مباريات مقابل واحدة فقط، وفاز في معظمها بالضربة القاضية. أحد خصومه كان بطل UFC السابق المستحق القياسي أطول فترة سيطرة على اللقب في تاريخ UFC أندرسون دي سيلفا. جيك لا يمكن الاستهانة به، فهو يتدرب مع أفضل المدربين بفترة واحدة، يعيش نمط الحياة الرياضي منذ عام 2018. أما مايك فماذا كان يفعل في السنوات الماضية؟ كان يدخل ويخرج من نمط الحياة غير صحي، وكان يظهر في حالة صحية سيئة جدا، لأنه اضطر إلى استخدام أجهزة للمشي. هذه الصورة يا صديقي تلتقط مايك في القتال بينه وبين جيك. أعرف ماذا أقول. المهم منذ فترة قصيرة بدأ كل من جيك وتايسون ينشرون فيديوهات تظهر تجهيزاتهم وتدريبهم للنزال. الفيديوهات التي نشرها مايك حمست الجمهور بشكل كبير وضغطت أمل في احتمال فوزه. إذا أكملت الفيديو فلا تنسى لايك واشتراك في القناة وكتابة تعليق جيد، والسلام عليكم.